beautiful place, beautiful nature, beautiful sea, beautiful people. مش هلاقي جو أحسن من جو دهب ولا مدينة أحسن من مدينة دهب عشان أعيش فيها. I fall in love in Egypt, so I don't want to move. دي مصر وده جنوب سيناء اللي بيضم مدن كتير سمعنا عنها زي شرم الشيخ، راس سدر، طابة، نويبع، وكمان دهب. فقررنا نكتشف كل المدن دي. احنا النهاردة في دهب، بلد السحر والجمال. تتميز بالبساطة والطبيعة. أهلا بكم في دهب وفي مصر. جبل مع بحر مع هدوء تام مع جو متميز شتاء صيف. دهب عبارة عن مدينة صغيرة بين مجموعة جبال على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن القاهرة بمدة 9 ل 10 ساعات. فأنا دايماً كنت بسمع عنها بس عمري ما رحتها، فقررت إن أبدأ رحلتي بيها. فدهب بتعتبر من أجمل المدن الساحلية على البحر الأحمر. بيسموها بلد البساطة والهدوء، مدينة بتعتمد على البساطة في كل حاجة. سكان أهل البلد الأصليين هم البدو. البدو هن أهل هي المنطقة، أهل دهب. وفيها أجانب كتير زاروا المدينة دي وقرروا إنهم يكملوا فيها اللي باقي من عمرهم. See how it goes, enjoy Dahab for a little bit, and then like a little bit turned into like 15 years or nearly a lifetime of living and working in Dahab. Why are you here in Dahab? Yeah, because of Dahab. Been living here since 10 years. You love it Feel here. home. Yeah, I feel home. Feel home. وفي الفترة الأخيرة كل الأجانب اللي بيجوا مصر لازم يجوا دهب ويستكشفوها، وده بسبب الأنشطة الكتير اللي ممكن يعملوها. فأول نشاط مميز هو الغطس، وفي منطقة مميزة في دهب زي البلو هول. فكيف لا يقع أي شخص في حب بلو هول؟ Hidden between the mountains by the Red Sea in southeast Sinai, دهب، اللي بتعتبر واحدة من أشهر أماكن الغطس في العالم، وبيسموها مقبرة الغطاسين. يوري lost control. ومن البلو هول نروح على محمية أبو جالوم اللي ممكن تعمل فيها سفاري وكمان تعمل فيها سنوركلينج. أنشطة كتير ممكن تعملها في دهب، وعشان كده قررنا نيجي هنا ونستكشفها. احنا في واحدة من أجمل المدن الساحلية في العالم. شواطئ المدينة بالكامل شواطئ صخرية، وده بسبب طبيعة الجبال اللي حواليها. فكل الشواطئ بتحتوي على الشعاب المرجانية، ومفيش غير شاطئ واحد بس هو اللي رملي، وده شاطئ اللاجونة. ويلا بينا على البلو هول أو الثقب الأزرق.
The Blue Hole. والمنطقة دي بتتسمى بساحرة الغواصين. The Blue Hole attracts people from all over the world. أي شخص بيمارس رياضة الغوص في العالم لازم يكون عارف المنطقة دي. Whether to enjoy its beauty or experience its adventure. لو الشخص نفسه بيحب يعمل دايفنج بيبقى بلو هول، لأنها واحدة من أفضل مواقع الغوص على مستوى العالم. فعمق المنطقة دي بيوصل لحوالي 130 متر، وبيقولوا إن الحفرة دي اتكونت نتيجة اصطدام إحدى المذنبات بالأرض فعملت الفجوة الكبيرة دي. وأي حد بيمارس رياضة الغوص لازم أول ما يجي مصر يجي المنطقة دي. وزي ما قلنا إن اتسمت بمقبرة الغواصين، وده بسبب إن كتير من الغواصين ماتوا في المنطقة دي لأنهم بينزلوا على عمق 100 متر، وده علشان يعدوا نفق تحت المية اسمه القوس. فبسبب المتعة والتحدي ما بيحسش إن الأكسجين بتاعه بيخلص، فبتحصل الكارثة وبيموت اللي ما بياخدش باله من حاجة زي دي. واللي ماتوا من الغواصين القدامى كانوا بيعملوا له حاجة زي النصب التذكاري ويحطوها على الجدار ده. وهتفضل البلو هول من أجمل المناطق اللي ممكن تشوف فيها مناظر طبيعية من شعاب مرجانية وكمان كائنات بحرية. محمية أبو جالوم بتسمى بالبحيرة المسحورة. خدنا وقت حوالي تلت ساعة من منطقة البلو هول عشان نوصل هنا، وده مكان معزول في دهب ما ينفعش تروحه غير بطريقتين. الأولى باللانش عن طريق البحر، أما الوسيلة التانية فهي الجمل، وده علشان الجبل اللي بيعتبر لازق في البحر، وعشان كده المكان ده مميز جدا وليه خصوصية. فالمكان ده تيجي فيه تنسى الدنيا. لو انت عندك مشاكل في حياتك وعايز تنساها تعال هنا، الاسترخاء وبس. في كمان أماكن بتتسمى عشش لو انت حابب تستأجرها وتبات ليلة هنا. فالمدينة كلها عبارة عن جبال وبحر. الجو فيه رطوبة عالية بس المية شكلها حلو جدا. احنا طالعين نشوف النجوم من أعلى نقطة في جبل الطويلات، ودي واحدة من أجمل السهرات اللي ممكن تحضرها في حياتك. السهرة دي بتبدأ من الساعة 9 بالليل وبتفضل شغالة لغاية نص الليل. فبتحجز عربية وبتاخدك وبتطلع على مخيم فوق الجبل، وبتستناك لحد ما تخلص وترجع بيتك بسلام. وبتكون سهرة بدوية 100%، وبيكون فيها عروض كتير زي التنورة والرقص البدوي. والعرض اللي هيبتدي دلوقتي الفاير شو. وطبعا ممكن تطلب أكل وتتعشى مع المنظر الخيالي ده. الثري بولز بيقولوا إنها اتسمت بالاسم ده لأن الشعب المرجانية عاملة تكوين صخري تحت المية شبيه ب3 حمامات سباحة، وده حقيقة فعلا.
والمية ليها 3 ألوان مختلفة. سبحان الله، المكان جميل جدا. هنا ممكن تأجر معدات للغطس من أي محل وتنزل تغطس على طول، وكمان هتلاقي كافيهات ومطاعم قدام البحر وممكن تقعد عليها وتستمتع بالجو الخيالي والمنظر الجميل ده. فممكن تركب جمل وتتمشى بيه على البحر، وممكن تأجر بيتش باجي وتعمل سفاري لوادي جنين، وبتمشي وسط الجبال وتقعد تتفرج على المناظر الطبيعية. فعلا دهب مدينة السحر والجمال.